مساء الخير، ان شاء الله تكونوا كامل بخير والصحة تكون بخير. اليوم راح نشوفوا مع بعض تقنية الفارينة، معروفة في الغرب الجزائري، يحضروها في النفاس في المناسبات كما مناسبة المولد النبوي الشريف. انا اليوم ان شاء الله هي سهلة في طريقة التحضير، اي وحدة تقدر تجربها. من اول مرة راح تنجح فيها وتجيها بنينة. برك خاصكم تعرفوا سر بنتها وين سيتو. اليوم ان شاء الله انا راح نعطيكم هذوك الاسرار اللي باش راح تجيكم بنينه. يلا، اذا هذه اول مره تشوفوا فيها القناه ديروا لي ابوني في القناه، اشتراك، وخلوا لي اعجاب جام على هذا الفيديو. اذا تبعوا معايا بسم الله. زمان كانوا يطيبوها في لاكوكوط، انا راح نطيبها في هذه الطنجره، كنت نحمص فيها الفارينه، راح نكمل نطيب فيها. عندي كاس نتاع زيت، من الاحسن الزيت يكون نوعيه جيده ما تكونش فيه الريحه. اللي ما يحملش ريحه الزيت، كاين ناس ما يحبوش الزيت، راح ديري بوغ نوازيت. صافي دير تحكمي لا مارغارين، تحطيها فوق النار تذوب وتخليها تغلي حتى تتبخر منها كامل السوائل، يتبخر منها الماء والحليب. ولا ديري ميلونج بين الزيت وبين بوغ نوازيت. انا هنا راني نعطيكم غير في الفكره. اذا راح نحطهم هنا في الطنجره والنار تكون مهيله، لازم النار تكونوا منقصينها خلاص. نبدا نزيد في الفارينه غير بشويه، ما نحطوش الفارينه على ضربه. راني نحرك وميم طون راني نشوف اذا شت هذا القوام مازال سائل سايح بزاف، راح نزيد الفارينه. هنا ما زالت مخصوصه فارينه، شوفوا كيفاش راه الزيت غالب عليها. نزيد الفارينه حتى نشفها شويه تولي لي كيما الكتله هكذا. ما لازمش كامل نخفل عليها ونوخر يدي، كل مره نحرك حتى تتحمص. كما فهمتكم ما تزيدوش للنار حتى تدي هذيك تشموا نتوما هذيك الريحه تاع التحميصه راهي تتحمص في الزيت، تعطي لكم هذيك لا كولور شابه. شوفوا انا كيما هكذا ما راحش نزيد لها، ما تغفلوش عليها سينو تنحرق لكم. هي تحكم اليد شويه، في الحق تحكم اليد والوقت. كي تولوا تحمصوا فيها لازم يكون عندكم الخاطر. هذه هي ديما باش تاكلوا حاجه بنينه لازم شويه تاع صبر وشويه تاع تعب. سيبو انا هذيك هي كيما وريت لكم، باش ما راحش نزيد لها فوق الغاز، راح نحيها نطفي عليها سينو تنحرق. نزيد لها كاس سكر كلاصي يكون مغربل. ونجو هنا نهضروا على الاضافات اللي راح يعطوا لها البنه. راح نستحقوا الكميه من الجلجلان الاحمر، من الاحسن يكون احمر، تحمصوه بلا ما تحرقوه. اذا حرقتوه راح يعطيكم اغيغو، راح يدور بالمروريه. وعندنا المكسرات كيما تحبوا، الجوز، اللوز، الكاوكاو اللي تقدروا عليه. اليوم انا راح نديرها بالكاوكاو اللي كنت حمصته مليح، لازم يكون بيان غري محمص غايه باش يعطيكم هذيك البنه. وخلوه شويه بقشورو، ما من اللوز يكون ثاني بقشورو باش يعطيكم هذاك الجو البنين. صح، راح نحطو كميه من الجلجلان المحمص نحطوها حب، والكميه الاخرى راح نطحنوها حتى تولي لنا كيما العجينه. طحنوه مليح. مام الكاوكاو اذا حبيتوا تحسوا بهذيك القرمشه في التقنيته ثاني حطوا شويه نتاع كاوكاو هكا كونكاسي، والكميه الاخرى طحنوها ثاني مليح حتى يولي كيما العجينه، حتى الكاوكاو يطلق الزيوت اللي فيه. قد ما يطلق لكم هذاك الزيت اللي فيه التقنيته تجيكم بنينه. صحيح فهمتوا عليا؟ الجلجلان والمكسرات نصهم نطحنوهم في الرحيوه حتى يولوا لنا كيما العجينه، والنص الثاني نحطوه حب ولا كونكاسي. بالنسبه للكميه انا ما قلت لكمش، قد ما درتو جلجلان ومكسرات اكيد راح تجي قنبله في البنه. باش ما تتلف لكمش حطوا كاس فما فوق. كيما راكم تشوفوا فيا انا راني نزيد في هذه الاضافات وراني نحرك. بصح دوك نبدا نخدم بيدي، بس انا المغرفه هذه تقلقني، ما كاش كيما اليد باش تدخلوا مليح مكونات مع بعضهم البعض. وذوقوا، اذا شفتوها ناقصه حلاوه زيدوا لها شويه سكر كلاصي.
المهم المكون اللي تشوفوها ناقص زيدوا منه. دوك نحطها لكم في طبق التقديم ونشبعها وتشوفوها، راح تلقاو هذيك لاكوش تبقى خفيفه من الزيت. تحسب لكم جات مزيته، نو ماشي مزيته، تجي ناشفه وما تجيش تقهم نورمال. اذا تقلقتوا من هذيك لاكوش نتاع الزيت راح تجيبوا البابي ابسوربون تحطوا عليها ورق الماس من الفوق، راح يمتص لكم كامل هذيك الكميه نتاع الزيت. هاي ليكم التقنته، ما تامنوش الريحه، تحطوها في علبه وتغلقوا عليها، الريحه تفندل، ريحه الجلجلان والكاوكاو وداك الطحماص ما تامنوش، واحد البنه. وما تنساوش تطحنوهم جدد، يعني ماشي تكوني طحنتهم من قبل ومخبيتهم، من الاحسن تطحني الجنجلان من وتزيديه، وما من الكاوكاو تطحنيه من. راكم شفتوني انا من الحوار راني كنت نفرغ. اللي جربتها واللي حضرتها في المولد النبوي الشريف بصحتها مسبقا، وهكذا حتى نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. السلام عليكم.